ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الكومبيتيتيف اناليسيس. الكومبيتيتيف اناليسيس هو جزء مهم جدا من عملية الريسيرش. فالكومبيتيتيف اناليسيس بيمنح رؤية استراتيجية للخواص والوظائف وتسلسل الديزاين بتاع منتج المنافس. فانت لما تفهم منتج المنافس هتقدر ان انت تطلع ديزاين استراتيجي للحل بتاعك عشان تطلع منتج اعلى من منتج المنافس. طب انا امتى اعمل الكومبيتيتيف اناليسيس؟ الكومبيتيتيف اناليسيس من اولى خطوات الريسيرش في الديزاين بروسيس. فالكومبيتيتيف اناليسيس لازم يكون من اولى الخطوات لما تيجي تبدا بروجكت جديد. وبما ان المنافسين ممكن في اي وقت يحسنوا من المنتج بتاعهم ويزودوا الوظائف والخصائص بتاعته، فالكومبيتيتيف ريسيرش هو عمليه مستمره تفضل شغاله معاك طول ما انت شغال على البروجكت. عشان اعمل الكومبيتيتيف اناليسيس عندي نقط لازم اخدها في الاعتبار. قبل ما ابدا الاناليسيس لازم اعمل لستة صغيره فيها اهم نقط المقارنه الاساسيه، والليست دي اقدر ان انا اضيف فيها زي ما انا عايز طول ما الاضافه اللي انا هضيفها تكون منطقيه. كمان لازم افتكر ان انا اضيف المنتج بتاعي في الاناليسيس عشان اشوفه مقارنه بمنتجات المنافسين. وكمان لازم اعرف امتى اوقف الاناليسيس بتاعي، بمعنى انا ممكن ابدا برينج من 3 ل 5 منافسين اساسيين، ووقت لما اطلع بكل المعلومات اللي انا محتاجها عشان اطلع بقرارات الديزاين بتاعتي ساعتها اقدر ان انا اوقف الاناليسيس. وكمان ما ينفعش ان انا بكل بساطه انقل ديزاين المنافسين عشان مش دايما المنافسين بيكونوا واخدين افضل ممارسات التصميم. لما اجي ابدا الكومبيتيتيف اناليسيس عندي شويه اسئله لازم اجاوب عليها. اول سؤال عندي هو مين حاليا بيحاول يحل المشكله، وازاي بيحاول يحلها، وايه هو العناصر المميزه في منتج المنافس، وهل في حد حاول يحل المشكله دي في الماضي وفشل، وايه هو سبب الفشل. انا بعد ما حددت المنافسين بتوعي وعملت الايفالويشن لازم اخد في الاعتبار اهداف المنتج بتاعي، وانا عايز المستخدم يحس بايه لما يجي يستخدم المنتج، وليه المستخدم ممكن يستخدم المنتج بتاعي بدل منتج المنافس. وعشان اخد النقط دي في الاعتبار عندي تجارب مستخدم شائعه محتاج ان انا احللها، منها الساين اب واللوجن بتاع الخدمه، سهوله انشاء الحساب او الاكونت كرييشن بتاع الخدمه، سهوله وصعوبه الخدمه، سرعه وبطء الخدمه، الساين اب واللوجن بالسوشيال ميديا سواء كان فيسبوك او انستجرام. وكمان لازم اتابع بدايه التاسك الاساسيه والعمل على التاسك الاساسيه، وسهوله انهاء التاسك الاساسيه بنجاح. بعد ما بخلص الكومبيتيتيف اناليسيس هحتاج ان انا اعمل دوكيومنتيشن عشان اشاركه مع الفريق بتاعي، ومفيش طريقه صح او غلط ان انا اعمل بيها الدوكيومنتيشن. بمعنى طول ما الدوكيومنتيشن بتاعي بيبين نقط المقارنه بشكل واضح وصريح، ده هيساعدني ان انا اطلع بقرارات هتساعدني ان انا اطلع بحلول للديزاين. باختصار انا بتعلم من التجارب اللي حصلت قبل كده وبحددها في الكومبيتيتيف اناليسيس عشان اقارن بين الحلول بتاعتي والحلول بتاعت المنافسين، وده بيساعدني ان انا افهم المنافسين اكتر، وكمان بيساعدني ان انا اطلع بقرارات للديزاين، وده بيخليني احسن من المنتج او الخدمة بتاعتي. وبكده نكون اتكلمنا عن الكومبيتيتيف اناليسيس. اتمنى اكون افدتكم. ما تنساش تعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك، واشوفكم الفيديو اللي جاي.